السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور أعظم نادي في الكون، جمهور النادي الأهلي العظيم. النادي الأهلي في المركز ال11 عالميا. النادي الأهلي متفوق على أندية زي باريس سان جيرمان، برشلونة، بايرن ميونخ في الترتيب. عرفت بقى درديري بطولة كأس العالم للمدارس بتعمل ايه؟ بتخلي التصنيف فين؟ بتوصلك لايه؟ شفت كأس العالم للمدارس اللي احنا كنا فيها اللي انت بتتريق عليها؟ تصنيف الاهلي الكام؟ الزمالك الكام بقى يا جماعة؟ ال54. الاهلي في المركز ال11 متفوق على أندية البايرن وباريس سان جيرمان وبرشلونة، أندية تقيلة ليها اسمها. احنا في حتة والناس دي في حتة تانية خالص. زي ما يكون فعلا يعني ربنا أكرم الأهلي بالتصنيف ده، بيعرف الناس مكانة الأهلي إيه. الأهلي كان بيلعب في بطولة شكلها إيه، عشان بس الرغي اللي كان داير فرق ضعيفة، بطولة ضعيفة. دي بطولة كأس العالم للأندية، بنلاعب أبطال قارات. لما ربنا يكرمك كده وتروح هناك بنتكلم مع بعض. نخش بقى على أهم صفقة الزمالك عملها في فترة الانتقالات الشتوية: تأييد إبراهيم نور الدين. إبراهيم نور الدين في قائمة الزمالك المحلية، وبيسعوا إن هم يأيدوه في القائمة الأفريقية إن شاء الله. يعني اللي حصل النهارده ده فجر وعهر تحكيمي. وقبل ما أتكلم على الأخطاء، من ضمن الفجر والعهر مش عاجبه انتقاد زمايله ليه، سمير عثمان وجهاد جريشة. الناس طلعت قالت اللي حصل النهارده مهزله تحكيميه. تطاول على سمير عثمان، قال له حب نفسك انت. عمل مداخله تلفزيونيه، وده مش مسموح بيه في لوائح التحكيم. حكم يطلع يحلل نفسه واخطائه بعد المباراه، ده مش مسموح بيه. والسؤال: محمد فاروق القائم بمهام رئيس لجنة الحكام مش موجود. مين اللي بيعين الحكام؟ هي الحكام بتعين نفسها بقى ولا ايه؟ مش فاهم. في السعودية هو بيعمل عمرة، كل واحد بقى بيختار الماتش اللي هو عايزه. مين رئيس لجنة الحكام؟ النهارده في أول دقيقة في مباراة الزمالك وسموحة، ضربة جزاء صريحة 100%. محمد عبد الغني دايس على وش رجل حسام حسن فرمه، الفار شافها ضربة جزاء، بعت له، راح يبص ضلموا الصورة غمقوها لنا عشان ما نشوفش حاجة. العب العب مفيش حاجة. احتواء جاي ينفذ أجندة. ضربة جزاء وهمية للزمالك، الكورة جاية في دماغ المدافع وواقع في الأرض، حسبها ضربة جزاء. طبعا هتقولوا لي ما هو أصل يعني الزملكاوية بتقول لي ما احنا كسبنا 3. لا، ما هو أنت اديهم حقهم بس 1-0 الأول، واديهم الحماية التحكيمية. اللعيبة بتلعب خايفة تلمس أي حد من تيم نادي الزمالك، عارفين إنها لمسة ضربة جزاء، ممكن يحسبها من بره المنطقة عادي، مفيش مشكلة يعني. أنت حكم صراحة يعني عار على الكرة المصرية. يعني أنا فاكر ماتش الترجي وفريق الأردن ده، اتكلت على أنا يوميها اتعاطفت معاك والله. قلت إزاي حكم الضرب؟ أنت تستاهل الضرب فعلا، عشان مفيش ضمير. عرفتوا ليه يا جماعة كانوا عايزين يمشوا جلادنبرج؟ مش عارفين ينفذوا الاحتواء. مش هننفذ احتواء ازاي؟ لازم نقومه. احمد سامي النهارده في تصريحاته بيقول مش مسطره واحده، التحكيم مش ماشي مسطره واحده. معنى تصريحاته انتوا عايزين تعملوا اي حاجه عشان تقوموا الزمالك على حساب اي حد. الزمالك بدون احتواء
وبدون منشطات مفيش زمالك. بطولة افريقيا كشفت ده باي حاجه مجنيه بيتغلب. ماتش الدوري لما كان في فتره المنشطات والدنيا واقفه ومفيش منشطات ومخنوقه عليهم، اتغلب من فاركو 3 ومن بيراميدز ومن اسوان. كانت ليله يعني. ومن الاهلي انا مش فاهم يعني. انا عايزين تودوا الرياضه لحد فين؟ الحكام نفسها السابقين طالعين بيقولوا اللي حصل النهارده مهزله تحكيميه. مش عارف هو عايز يودونا لحد فين. شوفوا ابراهيم نور الدين دوت لما بيجي يحكم ماتش الاهلي اكن فان دام بيحكم الماتش، يبرق ويزق ويتشنك النهارده يبوس ويحضن باين قوي مفضوح قوي، باين قوي مفضوح قوي. ظالم فرقه سموحه بيكلموك اديتهم انذارات على الدكه بره. حسام حسن ما عملكش حاجه اديته انذار. بتكتف الفرقه شغل مفهوم ومفقوس. بتنفذ اجنده لصالح مين؟ اداره الاهلي. يا جماعه خلي بالكم الاحتواء اشتغل تاني. مفيش رئيس لجنه حكام. الاحتواء اشتغل تاني. اجمل بقى تصريح بقى ضحكني قوي. طارق بيقول ايه؟ ابراهيم نور الدين عمل مباراه عمره. ما هو عشان انتوا واخدين على الفساد. انت شايف الفساد والعهر صح. من غيره كنتوا قاعدين بتعيطوا في الاستوديوهات. اصل في عفاريت، اصل اللعيبه وقعت، هو ليه لعيبتنا احنا بتوع ولعيبه فاركو ما بتوعش؟ شغل شمورش بتاعكوا ده. بقى ابراهيم نور الدين عمل مباراه عمره. كل الحكام دي ما بتفهمش، كل المحللين الرياضيين ما بيفهموش. انتوا بس اللي بتفهموا في الفساد والشمال بس. عايزين نعرف فين رئيس لجنة الحكام ومين اللي بيعين الحكام ومين بيعين الحكام. طيب فريقنا ان شاء الله هيستعد للسفر يوم 16 عشان لو يلاقي الهلال السوداني في ام درمان. جماعه انا بس في حاجه عايز اقولها. اللعيبه الموجوده حاليا دي لعيبه ممتازه. مش عايزين نقصوا بالتحديد مثلا على محمد شريف. مهاجمين وعمالقه كتير قوي بيضيعوا. احنا بس عشان طموحنا عيني مع البطوله فزعلنا. لكن المهاجمين بتضيع كتير وارد. دول ولادنا مفيش حد هيدعمهم ويسندهم الا احنا. مش عايزين نمشي ورا الاعلام ويسخنونا ونسخن عليهم. ده محمد شريف اللي كنا بنهيص له قبل ما يسافر في ماتش الزمالك وبعديها مش فاكر كان ماتش ايه. يعني ده محمد شريف. صبر. كولر طلع قال يا جماعه تصريحاتي بتتحرف خلي بالكم. يعني بيطلع يقول لك ده قال شريف وحش ده انا مش عايزه. التصريح الراجل طلع قال باللفظ تصريحاتي بتتحرف. والراجل ده واضح وصادق مع نفسه جدا. كل الدعم. فرقتنا عملت انجاز. بالمناسبه احنا خدنا المركز الرابع لكن دي احسن بطوله كاس عالم الاهلي قدم فيها اداء. لما نهدى كده ونقعد نحلل المطوشه بالراحه دي احسن مطوشه، احسن بطوله الاهلي قدم فيها اداء. وبعدين احنا اصلا الماتش بتاع فلامانجو حاله الطرد الغير مبرره دي انا مش عارف يعني. ضربه الجزاء بتاعت اتحسبت عليها معلومه مش ضربه جزاء يعني اخطاء تحكيميه. وانا ما اعتقدش ان مصطفى غربال قاصد يعني. بس هو خلاص يعني بيجاملوهم بقى عشان ماتش الهلال. هم برضه ظلموا في ماتش الهلال. فاحنا عايزين ندعم فرقتنا ونستمر في الدعم ان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي. وبنكرر تاني مجلس ادارتنا الموقر المحترم لازم واقفه عشان باقه الاحتواء اتفعلت تاني. اشوفكم في حلقه جديده وتصبحوا على خير.